الشطرنج حرام وممنوعة بالقانون. أحدث إضافات طالبان لقائمة المحظورات الطويلة المفروضة على الأفغان، والمرة دي رجال ونساء. الحصل حكومة طالبان أعلنت حظر الشطرنج حتى إشعار آخر، لأنها تعتبر وسيلة من وسائل القمار، بالتالي بتخالف قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده حسب كلام المتحدث باسم مديرية الرياضة في الحكومة. خب کدام فعلا برنامه یا کدام سرگرمی خاصه حالا چون یک وقتی است که ندای قمار زده میشد و جوانا می آمدن یک بازی فکری و بازی چی بودن ودي المشكلة. يعني هو الاتحاد الوطني للشطرنج كده عنده مشاكل إدارية وما نظم بطولة رسمية من سنتين، بس الفكرة إنها كانت من النشاطات القلة الباقية للشباب الأفغاني بعد حظر الفنون القتالية المختلطة لأنها عنيفة وفيها إشكالية دينية، وحظر الدراجات والكريكت على النساء. وأصلاً بالنسبة للأفغانيات الكلام ده كله رفاهيات، فحتى الحدائق حتى الحمامات العامة محظورة عليهم. عموماً هم قالوا الشطرنج حتفضل محظورة لحين تحديد مدى توافقها مع الشريعة وبحث الاعتبارات الدينية في اللعبة اللي بتعتمد على الحظ، وما حددوا العقوبة اللي حتقع على مخالفي القرار. بس يعني بلد قانونها بيعتبر دخول الحديقة جريمة وتشغل مخك في لعبة ذهنية برضو جريمة. تفتكروا هل الخطر الحقيقي في الحديقة ولا اللوح الخشبي؟